اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا صباح الفل، يا صباح الخير، يسعد صباحكم في كل مكان حبايبي واخواتي واحلى متابعين في الدنيا. هنسمي بالرحمن. تعالوا يا حبايب قلبي نعمل كده. معانا كيلو دقيق ونعمله قرصة كده جميلة في بيتنا، اللي تاخدي بقى في مدرسة للعيال، تفطري منها، تتعشي مني. المهم تعالي شوفي طريقة ام محمد تعملها ازاي. الله، نسمي كده بالرحمن ونقول اللهم صل عليك يا نبي. صلوا على النبي يا ولاد قبل كل حاجة. معانا كوباية لبن او كوبايتين مش مشكلة اللي موجود عندي. وطبعا نزلنا بكيس خميرة وحبة سكر، 3 معالق سكر للكيلو الدقيق. احنا هنشتغل في كيلو دقيق النهاردة ما شاء الله. حطيناها الخميره كده وسيبناها 10 دقايق، عملت ربط قشره كده، ربط كده اللي هم كده تتاكدي ان الخميره مظبوطه. وهندفي الميه كده زي دمعه العين عشان الجو بدا يبرد يا ولاد. بس لو في كيس لبن بودره برضو حطيه، بيعلي الطعم وبيخليها طريه كده وجميل ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شويه ملح طبعا، معلقه خل. هنقول المقادير اهو التاني مع بعضنا. كوبايتين لبن، كوباية مية، كوباية معلقة خل، 3 معالق سكر. اللهم صل على النبي. كيس خميرة. معلقة مبودر، كيس مبودر او معلقة منه على قد الكمية، يعني زودي لو الكمية كبيرة. وهنعجنها كده مع بعض، بس عجين كويس جدا ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي العسل في بيتك، دفي بيتك بقى. بدأنا نقيد يا ولاد الفرن ونشتغل كده ونعمل المعجنات بقى بتاعت الساقعة دي، والأيام اللي هي فيها تحسي كده ان الأيام بدأت تغير كده والجو بدأ يسقع. أحلى خبيز بقى في الأيام الساقعة دي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يعود الأيام علينا وعليكم بخير. حطيت تاني يا ام محمد؟ احنا كنا حاطين معلقه سمنه على زيت، حطينا نصها في الاول ونصها لما جينا نلم العجين. بصوا الجمال. بس اهم حاجه تعجنيها كويس جدا يا ولاد ما شاء الله بالشكل الجميل ده، وطريه كده وتبقى معاكي جميله قوي. ما تخليهاش لابسه، العجينه بتاعتنا فيها شويه تلزيق. بس كده يا حبايب قلبي ما شاء الله. خمرت كده، خدت لها يجي نص ساعه. اهم حاجه تدفيه ونقطع كده مع بعض. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا اعملي بقى قرصها كده، اللي هو التقطيع بتاعك زي ما انت عايزه، كبيره صغيره دي بقى براحتك خالص. هتلاقي قرصه كده يا ولاد وعيالك طالعه في المدارس تحطها لهم، انضف كتير من شيره، وحاجه كده جميله ومش هتكلفك كتير، وكفايه ان انت عاملاها بايديك. اللهم بارك ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بالشكل الجميل ده يا ولاد قطعاها كده متوسطه، انا بالنسبه لي عاملاها متوسطه، لا كبيره ولا صغيره. غطي بقى كده حلو عشان على ما ترفع. ما شاء الله كيلو دقيق عمل معانا كميه حلو. هنيجي بقى يا حبايب قلبي نعمل حشوة، حبة يعني فيهم حشوة وفي حبة من غير حشوة. هتعملي حشوة يا ام محمد؟ انا عندي بلح اسمر جميل قوي، البلح كتير في السوق وجميل. بمعلقة سمنة كده يا ولاد، بس نضفناه وقشرناه كويس وخرطناه كده بالسكينة، نعميه على قد ما تقدري. بالشوكة بقى بالسكينة، المهم تحاولي تنعميه. معلقة سمنة زبدة كده زي العسل، بالصلاة على النبي على النار، بتسويه كده بيضطر معاكي بقى وبيدوب خالص ما شاء الله. طبعا انا عملته بديل العجوة. ما كانش عندي عجوة فقلت اما اعمل شوية بلح، والله جميل وطعمها في مطر القرصة كده ومخليها زي العسل بالشكل العسل ده.
هنقعد بقى نعص ايدنا حبة زيت كده يا ولاد، ونكورها كده كور ايه على قد ما انت عايزة، علشان نحطها بعد كده في القرصة زي ما انتوا شايفة. بمسكها اكورها عشان ايديا ما تلزقش، وفي نفس الوقت ايه يعني خلصها تقوير كده، تقوير يا ام محمد، تكوير، نكورها كده يا ولاد و... بالشكل الجميل ده عشان ايدك ما تنعص. بس يا حبايب قلبي، بصوا بقى حبة قرص بجد زي العسل. كفايه كده بقى ان انت مطلعاهم سخنين كده، وتتعشي بيهم مع كوبايه شاي مع كوبايه لبن. بصي بقى الحاجات ديت زي ما انت وعيالك بيحبوا ان شاء الله. عايزه تعملي بقى اي يعني نقشه كده، ولا مثلا فورمه، مش عارفه اقولك ايه، دي حاجه بقى اختياري كده. بصوا الخطوه ديت، شكل القرصه معانا جميل قوي بجد. بصوا سهله جدا. هنملى صاج بقى بشكل الوردة الجميل ده، وهنعمل صاج سادة. واحنا بقى ده حاجة ايه بمزاجك كده، وانت قاعدة كده بقى اعملي التشكيلة اللي تعجبك بقى. اهو انا عملت صاج زي ما انتوا شايفين، العيال فرحوا بيه. وطبعا عشان خاطر فريد وزياد واياد ومهاب ده، الا العيال عندي، ربنا يخلي يا رب. بس كده السادة كده خرطتها زي ما انتوا شايفين، بتنغزها كده بالسكينة، حاجة بسيطة كده. يا سلام، فاضل حتة كمان عجينة معانا بعد ما ملينا الصاجين ما شاء الله. عملتها لكم زي العيش الفين، ويمكن بصوا هتشوفوا كل حاجة، هتشوفوها معاكم دلوقتي ما شاء الله. وانت ممكن بقى تعملي اللي انت عايزاه. يعني انا عملت كده، انت ممكن تفنني وتعملي احلى من كده بكتير. طبعا هتعملوا احلى مني بكتير. حبة مية بسكر، حبة لبن اللي موجودة عندك، تبل كده من على وشها كده عشان خاطر السمسم يلزق، بس بالراحة عشان ما تضيعيش الخمر بتاعها. معانا شوية سمسم حلوين كده، نرش على وشهم ما شاء الله، حاجة زي العسل. الكاميرا بجد مش جايبة ظلمة الفيديو، ظلمة مش جايبة المنظر الجميل ده، ولا الشكل الحلو ده. بصوا الجمال يا ولاد بعد ما رفعت بالصلاة على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. كل حاجة من البيت، وربنا يديم علينا الخير يا رب، ويكتر علينا الرزق والخير يا رب، اللهم امين. عملنا برضو صاج هنا، هما صاج كده وصاج سادة وما شاء الله الكيلو دي ما شاء الله عمل كمية حلوة بجد. الف هنا. شوية حبة البركة عندي شوية كده برضو، حطينا دلعنا كده الصاج السادة دي. بصوا الجمال، بصوا الجمال يا ولاد. ايوه توص. الف هلا وشفا يا جمال يا سيد، اللهم بارك اللهم بارك، بالصلاة على النبي ما شاء الله. بصوا بقى التصوير، الكاميرا بصراحة هي اللي مخليها مش بالشكل اللي مش حلو ده، لا انما ما شاء الله هو مقلي من فوق ومن تحت بجد. كاميرا التليفون بتاعنا ظلمة الفيديو. جميلة جميلة وخفيفة كده، واكلها زي العسل. بصوا الجمال، بحبة بلح من البيت. كنتوا مع ام محمد يا ولاد، يا ولاد في فيديو جديد، وما تنسونوش في اللايك. الف سلامة، مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.